السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كده ما تنسوش تنزلوا تحت في التعليقات تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وترجعوا تكملوا معايا الفيديو للاخر. هنا هنعمل بيتزا بالبيض. بيتزا بالبيض اكلة سريعة كده، و يعني ممكن تبقى فطار، ممكن تبقى عشاء سريع مثلا. كل ده هنحتاج فيها بصل وفلفل وطماطم وجبنة بقى وبيض. تمام. ممكن بقى جبنة تشيدر، جبنة موزاريلا، الجبنة اللي موجودة عندك. تمام. هنا كده هتحط البيض على بعضه و هتضربيه بشوكة، بمعلقة، بالمضرب، يعني اللي موجود سريع كده. تمام. وهنحط عليها البصل والشطة وهتقلبيها بايه كده كل ده في بعضه. تمام. وبعدين هتحطي عليها فلفل اسود، اكيد مش هنحط فانيليا، يعني دي اكله مش حلويات. وهتقلبي كده كله في بعضه. تمام. وده هنا اهو الفلفل. هتقلبي تاني كده برضو بالشكل ده. وهنا بقى كده هنحط الزيت. تمام. ونسيبه يسخن. وبعدين كده هنزل بقى الطماطم. خدوا بالكوا لان الزيت كان عمال يعمل على ايدي بصراحة يعني. تمام. كده هترصي الطماطم في الطاسة دي كده بالشكل ده. وهتحطي عليها ملح. تمام. يعني اول ما تلاقيها بدأت تتحرك معاكي كده هتبدأي انك تقلبيها. تمام. بالشكل ده. طبعا ده مش كله الزيت، الطماطم نزلت المية بتاعتها. تمام. ما تنسوش بقى لما تسمعوا الفيديو للاخر تقولولي ايه رأيكم. تمام. هنا كده اهو. وبعد كل ده بقى هتنزلي عليها اللي انا معرفتش انزله التصوير شغال فنزلته يعني. وبعدين شغلت التصوير تاني. تمام. وهتسيبيها بقى تاخد وقتها. هنا كده برضو الملح وفلفل، يعني تحطي عليها ملح وفلفل تاني برضو. تمام. وبعدين بقى هتسيبيها كده مع نفسها شوية. هتغطيها. تمام. وبعدين بقى هتبقي تنزلي عليها الجبنة. هنا كده غطيتها وسبتها شوية مع نفسها. وهنا كده بقى بعد ما كانت استوت. تمام. يعني بدأت تدخل في السوا وكده. هنا كده بقى نزلت بالجبنة. وهتبقي بس بعد الجبنة كده هتغطيها وتسيبيها شوية الجبنة تسيح بس. وبعدين كده يكون كده خلاص جاهز الاكل. ويا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تقولوا رايكم في التعليقات، ولو حد جربها قبل كده يقول لي رايه واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.